وليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين كسرت أمر الملك. النساء والصيف. وقفة مع نفسه. قومي أيتها الفاضلة. تقينا الله خافي من ربنا. الحجاب. اقنعني بالإسلام. وكان الله غفورا رحيما. النساء والصيف. الدنيا حر وانا باستحياء شديد جدا اقول وكله قلع. بنقول للنساء اتقينا الله أيتها العفيفة. اتقينا الله خافي من ربنا. أيتها العفيفة. انا خايف تذكري ان تبتلي. تذكري. حرب بلاءات شديدة وكثرة الأمراض. اتحجبي بقى قبل ما تنزل عليك عقوبة من ربنا. والله العظيم الشاب اللي انت فتنتيه في الشارع والله عمره في حياته ما هينفعك وانت على خشبة الوسط. هينفعك يعمل لك ايه؟ ولو دخلت القبر وهو كان بيحبك وبتحبيه في اكتر من كده والله لو عرض عليه 100,000 جنيه مقابل انه يقعد معك في القبر ساعة واحدة بعد الموت هيرفض. شفت قد ايه؟ مش هينفعك الا عملك الصالح، ومن اهم اعمالك الصالحة كامرأة الحجاب. عاوزين الاخوات يلبسن الحجاب. الرسول يقول صنفان من امتي لم ارهما اشد الناس عذابا ونساء كاسيات عاريات. اشد الناس عذابا البنت المتبرجة والمرأة المتبرجة عند الله يوم القيامة. امرأة أمرها ربها أن تحتجب تلبس الحجاب يعني. تقول لا هذه عاصية ليه كسرت أمر الملك. والله عز وجل لا يقال له لا. فلا ينبغي للمسلمة أن تقول أقنعني بالحجاب. ما ينفعش الأخت أو البنت تقول للوالد أنا مش مقتنع بالحجاب أقنعني بالحجاب. لا، كان مفروض تقدم سؤالا آخر على هذا السؤال وتقول أقنعني بالإسلام. المرأة اللي جاءت لأخي وحبيبي الشيخ محمد حسان لما كان في أمريكا وشاب يهودي أسلم، فالشيخ حسان ربنا يحفظه سأله يعني أنت أسلمت وأنت ديانتك إيه؟ قال له كنت يهودي. قال له أمك أبوك ما ديانتك؟ قال له برضه يهود ومتشددين ومتعصبين جدا يعني. قال له طب لما كانش أسلم ما جابهم كده نشتغل عليهم. فقال له أبويا مسافر وأمي اللي موجود. قال له خلاص هات. فجت تاني يوم المرأة ولابسة خمار ودخلت على الشيخ ولابسة خمار. فتعجب الشيخ فقال له يا امك اسلمت يا واد؟ قال له لا ما اسلمتش. قال له امال لابسة خمار ليه؟ قال له اصل هي عارفة ان عيب انها تظهر قدام شيخ مسلم وهي متبرجة، فلبست الخمار مخصوص عشان وهي جايه. اهدي الرساله دي لكل اخت مسلمه مش لابسه حجاب يهوديه استحيت من بشر وانت لا تستحين من رب البشر. وقفة مع نفسك. اقفي مع نفسك وقفة صادقة وان شاء الله هتطلع بنتيجة واحدة. انا امل الله، انا امة لله سبحانه وتعالى. اللي يأمرني بيه على العين وعلى الراس. لا يمكن اكسر كلام ربنا، لا يمكن ارفض كلام نبي صلى الله عليه وسلم. بيأمرني بالحجاب خلاص اتحجب. تحب النبي؟ نفسك تنصري النبي؟ نفسك تنصري الاسلام؟ البسي حجاب. والله العظيم لبسك للحجاب اعظم نصرة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن الغالية ما تخافيش، بنتك لما هتحجب هيجي لها انسان محترم. بنصح اللي عامله لي كرنفال في الشارع لابسه قميص بتقولوا عليه بلوزه بامبا ونقاب ابيض ومش عارف بنطلون ايه في ايه نقاب ايه شروط الحجاب الا يكون زينه في نفسه.
حجاب الموضة، يعني الطرحة الصغيرة التي تلتف على الوجه فقط، وترى الأخت ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني قد رققت حاجبيها وقد وضعت بعض المساحيق الخفيفة وبعض المكياج الخفيف، وهي تتصور أن هذا هو الدين وأن هذا هو الحجاب، وما فيش مانع تكون عاملة الطرحة ونفسها كمان مثلا بلوزة ضيقة وبنطلون وتتصور أنها كده محجبة. هذا وهم وهذا خلل في المنهج، وهذا خلل في العبودية والاستقامة لله تبارك وتعالى. بل على الأخت الفاضلة أن تصدق الله عز وجل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى هذا هو الجلباب طويل فضفاض غير ضيق غير شفاف غير معطر او غير مطيب، وليس لباس شهرة. ده شروط الجلباب او الزي الشرعي او الحجاب الشرعي للاخت المسلمة. اوعي تخدعي. القدوة خديجة، المثل الاعلى خديجة وعائشة وام حبيبة وزينب والزهراء والصالحات من الصحابيات. تحب ربنا لو بتحب ربنا البس حجاب، وانا بقول لكل اخت والله لو بتحب ربنا بجد لا يمكن تعدي عليك الليله دي الا وانت عماله بتتقلبي على الجمر طول الليل، كانك بتتقلب على الجمر تقولي نفسي الصبح يطلع عشان اروح اشتري حجاب والبسه. لازم البس بكره حجاب. لو نويتي ان انت تلبسي الحجاب بكره ونمتي وانت اصلا مش لابسه حجاب تموتي، لو مت يعني تمام تبعثي يوم القيامه ان شاء الله كانك محجبه طول العمر، ما فيش اي مشكله خالص، تاخدي الاجر بالنيه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قومي ايتها الفاضله ودثري العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر بحجاب النبوي العف الطاهر. بالله عليك بقى بعد كل ده ولسه مش عايزه تحجبي؟ لو كان نفسك بجد تخدمي دينك اتحجبي. لو بتحب ربنا اتحجبي. لو بتحب النبي اتحجبي.